اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعندما سئلت عائشة قالت كان خلقه القرآن. إلا هو فأنا تؤفكون. موسى إني أنا ربكم وفي مدينتكم وفي بلدكم فأهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. هذا المهرجان الذي حضره يعني تكاد أن تقول برؤياك مئات من الناس، بل قل بالألوف، ممكن 1000 2000 3 4 أكثر لا أعلم. فوالله إنه لا يعني إنه لمن أسعد الأشياء التي تدخل على قلبي مثل هذه المهرجانات. فحقيقة هذه يجب أن تبث حول العالم على أيديكم وأيدي غيركم، يجب أن ينشر. والله أنا أعتقد بلا يمين، لكن أعتقد لو أن الآن رجل يهودي أو مسيحي جاء إلى هنا واستمع لأسلم على هذا الجمع الغفير وهذا الترتيب الطيب وهذه التلاوة الطيبة وهذا القراء، فأشكر كل من ساهم بقدومنا إلى هنا واحتفى بنا ويعني جعل لنا فرصة حتى نقرأ بين أيديكم، وهذا شرف لنا عظيم. وأشكر لكم أنتم، جزاكم الله عنا كل خير. هذا يفسر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا يفسر هذه الآية، لأن يعني الملل المختلفة تأتي لتلاوة أو للاستماع، للتلاوة أو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تأتي من كل الملل. هذا يدل على أن الإسلام دين واحد ويد واحدة، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل له ولنا. إن الدين عند الله الإسلام. القراءات 10، 7 متواترة و3 أحاديات، وهناك 4 شواذ. القرآن الكريم يعني يقرأ على حسب لهجات البشر، يعني كمثال لا يستطيع أهل المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس، لا يستطيع أن يقرأوا بقراءة حفص، فيقرؤون بقراءة ورش، بقراءة قالون مثلا. يعني من سن في الإسلام سنة حسنة. لا